السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مكملين مع بعض إن شاء الله في موضوع القياس. هنخش دلوقتي على العملية 6 اللي هي رسم مستوى عمودي على مستقيم وبيمر بنقطة معلومة. دي عملية رقم 6. تمام. هنعملها ازاي بقى؟ مثلا عندك هنا ده مستوى. تمام. ومعايا مستقيم بالشكل ده، وليكن كده. عايز اعمل عملية 6 اللي هي رسم مستوى عمودي على مستقيم وبيمر بنقطة معلومة، وليكن معانا دي النقطة. ألف شرطة، ألف شرطتين. هعمل ازاي العملية؟ القاعدة بتقول عمودي عمودي موازي عمودي عمودي. دي في الحالة الأولى اللي هي مستوى عام ومستقيم عام. تمام. فأنا هاجي بقى أطبق القاعدة دي عمودي عمودي وموازي عمودي عمودي. هاجي من النقطة عمودي لحد ما توصل على خط الأرض، وبعدين عمودي، وبعدين هاجي من المسقط التاني أعمل موازي، وبعدين النقطة الطريقة دي بقى أعمل منها عمودي عمودي، يعني عمود على على المسقط بتاع الرأسي المستقيم كده لحد ما توصل خط الأرض اللي هي نقطة التقاء الصليب، وبعدين أعمل عمودي على المستقيم الأفقي، المسقط الأفقي. يبقى أنا كده معايا ريه واحد وريه اتنين. تمام. طيب معانا بقى مثلا آه العملية بتاعت نقطة اللي هي تقاطع المستقيم مع المستوى. عاوزين نجيب نقطة التقاطع بتاعتهم. طيب أول حاجة عشان تكون فاهمها، القاعدة بتقول إيه؟ معانا تلات حالات. تمام. مستوى مستقيم، احفظهم زي ما أنا هعملهم دلوقتي. عام عام، عام خاص. تمام. آه خاص، عام أو خاص. طيب هنعمل إيه؟ القاعدة في أول حالة بتقول لبس قاطع لاقي. تاني حالة موازي عمودي موازي. دي بنمد مسقط المستقيم المناظر للأثر المحل الهندسي. يبقى أنت تحفظها كده: لبس قاطع لاقي موازي عمودي موازي، نمد مسقط المستقيم المناظر للأثر المحل الهندسي حتى يقطع الأثر ذو محل هندسي في نقطة. يبقى أنت كده الجدول ده لازم يكون في دماغك. طيب تعالى كده نشوف مثال مع بعض. طيب تعالى نطبق بقى الكلام ده على المثال ده. معايا مستقيم ومعايا مستوى، المستوى في وضع عام وكذلك المستقيم في وضع عام. أنا قايل لك إن أنت لما تشوف مسألة تعمل إيه؟ طبق المثال اللي معانا على القاعدة بتقول إيه؟ المستوى معانا في وضع عام كذلك المستقيم في وضع عام. هنطبق القاعدة دي: لبس قاطع لاقي. يعني أول حاجة نلبس ازاي بقى؟ معانا المستقيم اهوت، هنلبسه مستقيم عمود على الأفق، يعني مستقيم في وضع خاص. تمام كده. وبعدين عمود على خط الأرض. تمام كده. ريه واحد ريه اتنين. طيب وبعدين هقاطع ولاقي. القاطع بقى المستويين دول بالعملية اللي احنا خدناها، خطة قطع المستويين دي. هنمد ده كده وكده، نجيب شرطتين هنا، ودي الشرطة ودي الشرطتين، نجيب الشرطة يبقى كده قاف شرطة، نوصل الشرطتين بالشرطتين بالشكل ده. يبقى كده قاطعنا المستويات. هنعمل ايه تاني بقى؟ نلاقي خط التقاطع ده اللي هو كف شرطتين. تمام. بالمستقيم المسقط الرأسي بتاعه، هنكون في النقطة دي كده. يبقى أنا كده جبت معانا نقطة التقاطع، هنسميها مثلا واو شرطة ولا شرطتين. هننزل بسلكة على خط التقاطع الأفقي. يبقى كده جبنا أهو شرطة. يبقى دي كده نقطة تقاطع المستقيم مع المستوى. طيب أنت عاوز دلوقتي تعرف تفسير العملية دي عملناها كده ليه؟ إحنا مثلا عندنا مستوى وفي مستقيم، وليكن مثلا لو جينا كده شفنا الرسمة دي معانا،
ادي معانا المستوى وليكن هو المستوى ده، وادي معانا المستقيم بيتقاطعوا في نقطة. تمام. فانا هنا عملت ايه؟ جيت لبست المستقيم ده وليكن مستوى عامل بالشكل ده كده. تمام. ده كده مستوى. وبعدين جبت خط التقاطع بينهم وليكن هو خط التقاطع هو ده ق. يبقى اكيد نقطة تقاطع واقع على الخط ده. فده نفس اللي انا عملته هنا في المسألة، معانا مستوى ومعانا مستقيم. فاحنا هنا جينا لبسنا المستقيم مستوى في وضع خاص، زي ما احنا عملنا هنا كده لبسناه مستوى. فاكيد نقطة التقاطع هتكون موجودة على خط التقاطع بتاعهم، فعشان كده جبنا خط التقاطع. وانت عندك المستقيمان التي تتقاطع أسرارهما في الحقيقة تتقاطع في الوصفية. يعني انت مثلا عندك مستقيمين بيتقاطعوا في الفراغية، فهم كذلك بيتقاطعوا في الوصفية، يعني مساقطهم بتتقاطع في الوصفية. فاحنا عشان كده جبنا خط التقاطع اللي هو الرأسي مع المسقط الرأسي المستقيم، قطعناهم في نقطة، فهو ده تسير العملية معانا. ودي كده حالة واحد معانا. المثال ده حالة رقم واحد اللي هو مستوى عام ومستقيم عام برضه. معانا بقى حالة اتنين، إن المستقيم بيكون في وضع خاص والمستوى هو اللي في وضع عام. هنعمل ازاي؟ القاعدة معانا اهيت، عام مع خاص، المستوى يكون عام والمستقيم يكون خاص. بنطبق القاعدة اللي بتقول موازي عمودي موازي. بنطبق على المستقيم اللي معانا قاعدة موازي عمودي موازي، يعني موازي عمودي موازي على المستقيم الخاص. وبنبدأ بالموازي، نبدأ بالموازي لخط الأرض. يبقى كده شوف لنا كده معانا اهو، ادي مستقيم في وضع خاص والمستوى معانا في وضع عام. بنطبق على المستقيم موازي عمودي موازي، وبنبدأ بالموازي لخط الأرض، موازي ثم عمودي ثم موازي. تمام. هيتقطع في نقطة هنا كده، يبقى دي كده النقطة بتاعتنا نقطة تقاطع، واحد شرطة نطلع بسلكة، يبقى كده واحد شرطتين. وهكذا بقى طبقها على أي مستقيم خاص. يعني وليكن مثلا كان المستقيم معانا وليكن ده المستوى، والمستقيم المرة دي رأسي، يبقى هنطبق هنا موازي عمودي موازي، يبقى دي نقطة تقاطع. ننزل بسلكة نجيب نقطة اللي هو المسقط الأفقي نقطة تقاطع، بس كده. ادي هنا معانا مثال على الحالة التالتة، حالة رقم 3، إن المستوى بيكون خاص والمستقيم بيكون في وضع عام أو خاص، مش فارقة. القاعدة معانا بتقول إيه؟ إن لما يكون المستوى في وضع خاص والمستقيم في وضع عام أو خاص، بنمد مسقط المستقيم المناصر للأسرة المحل الهندسي حتى يقطع الأسرة المحل الهندسي في نقطة، بيكون دي نقطة تقاطع. فاحنا جينا هنا ده مستوى عمود على راسي، الأسرة المحل الهندسي فيه هو عليه شرطتين، فجينا بنلام شرطتين اللي هو المسقط المناظر للأسرة المحل الهندسي، هتبقى شرطتين مديناه. يبقى كده جبنا المسقط الرأسي لنقطة التقابل اللي هو المستقيم مع المستوى. ننزل بسلكة نجيب المسقط الأفقي لنقطة التقاطع، يبقى كده دي الحالة التالتة معانا. فاحنا هنيجي نبص هنا كده في المثال ده، دول مختلفين، كل واحد فيهم عمود على مستوى اسقاط اخر. تمام. وانا قلت لك لما يكونوا مختلفين بنعملوا معامله العام مع الخاص. في معامله العام مع الخاص كان معايا حالتين، الحاله الاولى الطريقه العاديه دي لو كان المستقيم عمود على مستوى اسقاط، والحاله الثانيه بنستخدم موازي عمودي موازي من المستوى موازي مستوى اسقاط. طيب هنا كل واحد فيهم عمود على مستوى اسقاط مختلف، فاحنا هنعملها بالطريقه العاديه دي كده. تقاطع الأسرين الأفقيين شرطة، نطلع نجيب شرطتين. تقاطع الأسرين الرئيسيين شرطتين، ننزل نجيب الشرطة. نوصل الشرطة بالشرطة يبقى دي قاف شرطة، نوصل الشرطتين بالشرطتين يبقى دي قاف شرطتين. طيب تعالى هنا، دول في مستوى موازي في المستويين الخاص، فاحنا هنعمل ايه؟ موازي عمودي موازي، وبنبدأ من المستوى الموازي، يبقى موازي ثم عمودي ثم موازي. ده هيبقى قاف شرطة وده هيبقى قاف شرطتين. طيب يا شباب دلوقتي بقى نختم معانا بالاربع امثله دول على على العمليات اللي احنا شرحناها. وهي اول مثال بيقول مثل المثلث ا ب ج المتساوي الساقين والذي فيه ا ب بيساوي ا ج، وقال لك ان الضلع ا ج بيوازي المستويين س وص، ومديني نقطه ا كامله ومديني نقطه ب كامله ونقطه ج مش مديها لي. نيجي نبص مع بعض كده في الكروكي، هو معانا ا ب ج مديني نقطه ا كامله وب كامله وج لا. طيب هنجيب نقطه ج ازاي؟ هنا بيقول لك ان ا ب بيساوي ا ج من خصائص المتساوي الساقين، وقال لك ان الضلع ا ج ده بيوازي المستويين س وص.
هو هنا مديني مستويين. اول حاجه هنجيب خط تقاطع المستويين دول، والخط تقاطع المستويين هيكون موازي لألف جيم، يعني مساقط يعني قاف شرطة مثلا هتكون موازية لألف، ألف شرطة جيم شرطة، وكذلك قاف شرطتين هتكون موازية لألف شرطتين جيم شرطتين. هنعملها في المثال. طيب احنا هنا أول حاجة مثلنا المستويين اللي معانا، سالب ستة وتلاتة وأربعة وواحد وواحد واتنين، أدي سالب ستة وتلاتة وأربعة وواحد وواحد اتنين. تاني حاجة مثلنا نقطة ألف ونقطة باء، وصلنا عملنا الضلع الأولاني ألف باء. طيب هنا بقى جبنا خط التقاطع، وانا قلت لك ان احنا جبنا خط التقاطع عشان نقاف شرطة هتكون موازية لألف شرطة جيم شرطة، فهتكون بالشكل ده كده. هيكون ده محل هندسي لجيم شرطة، وكذلك من هنا كده من ألف شرطتين نعمل موازي لقاف شرطتين، كذلك ده هيكون محل هندسي جيم شرطتين. هو هنا ان قال لك ان ألف باء بيساوي ألف جيم، وانا معايا الضلع ألف باء، هنحسب له طول حقيقي. أول حاجة كده هنحسب له طول حقيقي ألف باء. بالشكل ده كده. وبعدين نمشي بموازي من نقطة باء، يبقى احنا كده الطول الحقيقي بتاع ألف باء. نفتح فتحة برجل، عاوزين بقى بالطول ده نوقعه نجيب ألف جيم، نجيب نقطة جيم. مش هينفع إن أنا أقف هنا كده وأقوم قاطع أقول لك إحنا كده جبنا نقطة جيم ليه؟ لأن لما نيجي نوقع أطوال حقيقية لازم نوقعها على طول حقيقي مثله، يعني ما ينفعش نوقعها على مساقط. فهنقوم عاملين إزاي؟ هنقوم جايبين كده ومختارين أي نقطة، وليكن مثلا النقطة دي، وليكن مثلا النقطة اللي تحت دي كده مثلا، ونقوم مدورينها وحاسبين طول حقيقي ليها. تمام كده. ننزل تحت شوية، وبعدين نطلع عمودي تكون بالشكل ده كده. أو ما تنساش برضو يعني مثلا الشرطة واحد شرطة، نطلع نجيب واحد شرطتين عشان ايه ندور من عندها، هتكون من النقطة دي، وبعدين هننزل موازي بالشكل ده كده. تمام. هيكون ده طول حقيقي معانا اللي هنوقع عليه طول الألف باء. فنقوم جايبين كده البرجل فاتحينه الفتحة بتاعت ألف باء بالشكل ده كده، وموقعينه على طول الحقيقي اللي احنا جبناه، وبعدين نرجع موازي بالشكل ده كده. هيكون معانا ده الشكل النهائي. دي كده جيم شرطتين. تمام. هننزل بالسلكة تكون معانا كده جيم شرط، نوصل. يبقى كده عملنا المسقط الأفقي ومسقط الرأس. نشوف بقى المثال التاني معانا. بيقول مثل المثلث أ ب ج الذي يوازي المستوى س سالب واحد وواحد وواحد، ومديني نقطة أ كاملة ونقطة ب ناقص أحداثي ونقطة ج ناقص أحداثي. تعال نبص على الكروكي. بيقول لك أ ب ج أهو. بيقول لك المثلث ده كله مثلا بيوازي المستوى ده. تمام. هنعمل ايه بقى؟ أول حاجة مثلنا المستوى اللي هو مديهولي س ومديله نقطة. فاكر العملية اللي هي كان بيقول لك رسم مستوى بيوازي مستوى بيمر بنقطة معلومة؟ احنا هنستخدمها. طب ليه؟ لأن احنا لما نجيب المستوى اللي بيقع فيه المثلث ده هنعرف نكمل نقطة باء موازي عمودي موازي، وكذلك ج موازي عمودي موازي، لأن هيكون المثلث ده واقع في المستوى اللي احنا هنجيبه دلوقتي. هنيجي من نقطة ألف نطبق العملية بتاعت رسم مستوى بيوازي مستوى بيمر بنقطة معلومة، نجيب المستوى اللي بيقع فيه المثلث ده ونكمل نقطة باء موازي عمودي موازي ونقطة ج موازي عمودي موازي. طيب تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض. احنا عندنا العملية دي كان رسم المستوى بيوازي مستوى بيمر بنقطة معلومة،
هنبدأ ازاي بقى؟ دي نقطة عامة ومستوى عام. هنعمل ايه؟ موازي عمودي موازي موازي موازي. هنبدأ من هنا مثلا بالشكل ده كده، موازي ثم عمودي على خط الأرض، ثم موازي من المسقط الرأسي للنقطة، ومن نقطة التقاطع دي هنعمل موازي للأثر الرأسي بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي، لحد لما تخبط في خط الأرض. يبقى أنا كده جبت ريه اتنين للمستوى المطلوب. ومن نقطة تقابل الأثرين دول عند خط الأرض هنعمل موازي للأثر الأفقي بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. يبقى أنا كده جبت المستوى الذي يحتوي المثلث ده، ر واحد وده ر اتنين. طيب مديني نقطة باء ستة وخمسة وعلامة استفهام، يعني مديني المسقط الأفقي ليها ستة وخمسة، دي كده ألف شرطة. ونطلع بالسلكة محل الهندسي، ده ألف شرطة اللي بقى شرطتين، دي كده ب شرطة معلش. تمام. تعالى نقطة جيم واحد وعلامة استفهام وستة، يعني مديني المسقط الرأسي. هنيجي كده واحد وعلامة استفهام، نطلع فوق عند الستة، نجيب المسقط الرأسي لنقطة جيم، ودي محل هندسي لجيم شرطة، وده محل هندسي لب شرطتين. النقطة دي هنكملها موازي عمودي موازي. طيب خلي بالك ان ده المستوى اللي احنا جبناه، يعني عشان ما تغلطش وتعمل موازي عمودي موازي للمستوى ده، النقطة مش هتطلع معاك مظبوطة. تمام. فاحنا نيجي كده نعمل موازي ثم عمودي، كل ده بخطوط خفيفة، ثم موازي خط الأرض كده، نكون جبنا نقطة باء شرطتين. تمام. طيب تعالى بقى نجيب نقطة جيم شرطة. هنعمل ايه؟ برضو موازي عمودي موازي، بس ماشي. ادي نبدأ بقى من المرة دي موازي خط الأرض ثم عمودي على خط الأرض، تمام كده عند النقطة دي، ثم موازي للأثر. فين الأثر؟ يكون الأثر معانا، نطلع كده يكون بالشكل ده. لو جيت لاحظت كده هتلاقي إن جيم شرطة وجيم شرطتين نفس النقطة. تمام. دي كده جيم شرطة ودي كده جيم شرطتين. نوصل بقى ونخلص الدنيا كده. معانا ألف باء، ألف شرطة بشرطة، ونوصل جيم شرطة بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ونوصل ألف شرطة بجيم شرطة. تمام. نوصل ألف شرطتين بباء شرطتين، ونوصل ب شرطتين بجيم شرطتين، كذلك الألف شرطتين. يبقى أنا كده جبت المسقط الأفقي للمثلث والمسقط الأفقي الرأسي للمثلث. طيب نيجي بقى للمثال التالت. بيقول لك مرر بالنقطة ن، مديها لي كاملة، ثم بيقول لك مرر لي بيها مستقيم بيوازي كل من المستويين س وص. طيب هو هنا مديني مستويين س وص. تمام. فأنا هجيب خط التقاطع، وفي نظرية بتقول إذا وازى مستقيم مستويين فإنه يوازي خط التقاطع ليهم. فأنا هعمل إيه؟ هو ممثل المستويين وجايب خط التقاطع ليهم، وأجي من نقطة ن شرطة نعمل موازي لكاف شرطة، ومن ن شرطتين نعمل موازي لكاف شرطتين. تعالوا نشوف الكلام ده وصفي معانا. نشوف مع بعض كده. مثلنا المستويين وجبنا خط التقاطع ليهم، ومثلنا نقطة ن. نيجي بقى من ن شرطة نعمل موازي لكاف شرطة، من ن شرطة هنعمل موازي لكاف شرطة. تمام. ونيجي من ن شرطتين نعمل موازي لكاف شرطتين.
بالشكل ده كده. يبقى انا كده جبت مستقيم بيوازي المستويين دول. بناء على النظريه اللي عندي، اذا وازى مستقيم مستويين فانه يوازي خط التقاطع اليوم. وانت خدت قبل كده في درس المستقيم ان هو ممكن يمثل بنقطه واتجاه. تمام. نختم بقى بالمثال اللي معانا ده، ركز معاه عشان ده كان مثال فاينل. مثل مستطيل أ ب ج د الذي يقع ضلعه أ ب في المستويين. قال لك إن الضلع أ ب ده بيقع في المستويين دول، إذا يقع على خط التقاطع بتاعهم. يبقى احنا كده هنمثل المستوى ده والمستوى ده ونجيب خط التقاطع، يبقى أ ب بيقع عليهم. تمام. ومديني طول أ ب 5 سم وب ج 5 ونص. وقال لك إن الضلع أ د اللي هو الضلع ده كده، قال لك ينطبق على الاتجاه ن أ. تمام. معرفش أنا أي حاجة لا ن ولا أ. وقال لك حيث ن تقع على المشترك بين المستويين الأفقي والرأسي. احنا كان عندنا هنا كده ده الأفقي وده الرأسي، المشترك بينهم كان محور س. يبقى إذا النون تقع على محور س. فين بالظبط مش عارف. يعني كده معنى كده الإحداثيات بتاعتها س وصفر وصفر. طيب. وقال لك إن مديني المستويين، مديني إحداث ناقص في المستوى التاني، بس عوض لك قال لك إن الأثرين الأفقيين للمستويين متوازيين. جينا احنا هنا مثلنا المستوى الأولاني ومثلنا الأثر الرأسي للمستوى التاني، وجينا من النقطة دي عملنا موازي للأثر الأفقي ده عشان نحقق الشرط ده. يبقى كده مثلنا المستويين، جبنا خط التقاطع بتاعهم، جينا من النقطة دي كده. هنا لو لاحظت الأثرين متوازيين، واحنا خدنا الحالة دي لما كنا بنشرح زي ما احنا شايفين كده إن الأثرين متوازيين، يبقى إذا لازم خط التقاطع يكون موازي ليهم. فهنا خط التقاطع الأفقي هيكون موازي للأثر الأفقي. جينا من النقطة دي كده اللي هي الشرطتين، نزلنا بسلكة لحد خط الأرض وبعدين عملنا الموازي. إذا اتحول خط التقاطع ده لمستقيم أفقي، فأكيد المسقط الرأسي هيكون موازي خط الأرض، فكذلك احنا عملنا هنا كده. طيب نبص هنا كده بقى. قال لك نقطة أ تقع أمام المستوى الرأسي. ده المستوى الرأسي أهو أمامه اللي هو هنا كده، ده محور س صاد قصدي. فهيكون ماشية في محور صاد بس، يعني إحداثياته صفر وصاد وصفر. وقال لك يبعد 2 سم، يبقى صفر و2 وصفر. يبقى كده المسألة خلصت معانا. تعالى بقى نفكر هنعمل إيه. احنا أول حاجة قلنا إن هنقطع المستويين، نجيب كف شرطة وكف شرطتين. قال لك أ ب تقع عليهم. طيب وقال لك نقطة أ بتقع أمام المستوى الرأسي وتبعد عنه 2 سم. يبقى إذا كده الإحداثيات صفر و2 وصفر. صفر ننزل 2 في الصاد بالشكل ده كده. لا معلش، مش صفر بقى، دي كده علامة استفهام وعلامة استفهام وصفر وعلامة استفهام واتنين وعلامة استفهام. ننزل 2 ونعمل محل هندسي للألف شرطتين. تمام. وأنا أصلا معايا محل هندسي لألف شرطة ب شرطة اللي هو خط التقاطع. يبقى كده جبت ألف شرطة. طيب وده احنا قايلين إنه مستقيم أفقي، يعني بيوقع عليه طول حقيقي. وقال لك إن ألف بقى 5 سم. نفتح 5 سم بالشكل ده كده ونوقع بالشكل ده. يبقى أنا كده جبت بقى شرطة. هنطلع بسلوك سلكة من قلبها بالشكل ده كده، جبت بيها شرطتين. واطلع بسلكة من هنا من ألف شرطة، أجيب ب ألف شرطتين. تمام. يبقى أنا كده جبت ألف وجبت باء وخلصتهم. طيب هجيب بقى نقطة د ازاي؟ بص يا باشا، انت عندك ده مستقيم افقي صح؟ والمستقيم الافقي قايلين قبل كده انه بيوقع عليه اطوال حقيقية وبيقام عليه اعمدة. وقعنا طول حقيقي بقى العمود. وانت عندك من خواص المستطيل ان الاضلاع كلها متعامدة على بعضها. فاحنا هنيجي من ألف شرطة هنعمل عمودي على المستقيم ألف ب لأنه مستقيم خاص أفقي بالشكل ده كده. ده كده محل هندسي للجيم للدال شرطة، ومحل هندسي للنون شرطة. ليه؟ لأن قال لك إن ألف د بينطبق على الضلع اللي هو يعني الاتجاه نون ألف. واحنا عارفين إن النون تقع على محور س، واحنا وإنها تقع على محور س دي يعني هي مشيت س وفي الإحداث الصادي والعيني صفر. تمام كده تمام. فاللي هي تقع على محور س يعني إيه تقع على خط الأرض. تمام. فدي كده هتكون نون شرطة، وبرضه هتكون نون شرطتين. ليه؟ عشان س وصفر وصفر. واحنا معانا هنا قال لك طول ألف د 5.5 سم. هتيجي تقول لي هنفتح 5.5 سم
بالشكل ده كده ونوقعها؟ اقول لك لا غلط. ليه؟ لان الاطوال الحقيقيه لا توقع الا على طول حقيقي مثله. فهنعمل ايه؟ هنقوم جايين كده وحاسبين طول حقيقي لاي لحد هنا مثلا. تمام كده. وهنيجي من هنا كده بنقلب شرطتين، نوصل بنون شرطتين محل هندسي برضو للدال شرطتين. تمام. احنا جينا هنا كده دورنا وبعدين نعمل عمودي